السلام عليكم. معاكم النهارده مطبخ اسماعيل. هنعمله بيتزا النهارده. معانا 5 كوبايات دقيق، 5 كوبايات. انا دايما عامله ديت اللي بعمل بيها الكوبايات، دايما بعمل بيها الدقيق. دي 5 كوبايات بيها، ونص كوبايه زيت، معلقه صغيره ملح، معلقتين سكر، ومعلقه خميره، وميه دافيه للعجن. هنضيف الحاجات هنضيفها عاديه كده، مش اللي انت قلت لها معلقتين سكر وخميره والملح والملح والزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه دافيه، دي مش سخنه، دافيه. هنعملها بميه دافيه على كده. بس تتعجن هي كويس، عشان هي عجنتها بتبقى يعني ايه، في ناس بتعجنها في عجان. تخدميها كويس يعني. بس تتعجن جامد، تتعجن كويس جدا. بص احنا عجناها دلوقتي كده بتخدمها هي. انا حاطه لها على الرخامه زيت، وهعملها شويه كده. تخدمها شويه على الرخام. عشان هي بتعوز عجن جامد. كل ما تعجنها، بص هي كانت طريه جامد وماسكه في ايديا، بص عملت ازاي. كل ما اعملها كده هتديني نتيجه احلى، وكل ما بعجن بتلم وتبطل تلزق في ايديا، يعني ما تبقاش، لان هي طريه. بص هي طريه ازاي، انا عايزاها طريه. بص بقت عامله ازاي. اللي بيعملها في الزيت هنا. بص العجينه بتاعتها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. عجنتها كويس جدا، الله اكبر عليها. طب يلا. ايوه الناحيه الثانيه برضه كده انا عملتها في الزيت، بليتها في الزيت من كل الجناب. امسكي شدي عليكي، شدي يلا شدي. بس هي كده هنسيبها تخمر بقى، ممكن تاخد ساعه كده. ساعه خد باذن الله. ونرجعوا تاني ان شاء الله ونشوفها عملت ايه. تاني اهو. انا جايبها لكم بعد ما خمرت، زي ما انتم شايفين الخمر بتاعها. الخمر بتاعها. واللي ما عندوش البتاع ده يا جماعه يبقى يحط كيس عادي، مفيش مشاكل، مش شرط سكتش يعني ولا حاجه. اهي زي ما انتم شايفين اهي. قربيها بقى، قربيها. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مشيها كده ونزليها. بصي طالعه لوحدها من الطبق. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا طب حطينا على السكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. عجينتها جميله جدا. بصوا هنقطعوها بقى دلوقتي، معلش شويه ما تقطعوا الفرن. اهي زي ما انتم شايفين ان شاء الله. ابدا افردها، اخد دي بس كده انقلها. بسم الله. على فكره النشابه او الطريقه اللي انا بفرد بيها دي بتساعدنا. قول الحشو اللي هتحطه فيه. انت بتقطع، انت بتفرد فيها وتحط لهم الحشو. بسم الله. هنلفوها كده دايره بالراحه. اهي يا جماعه انا هحطها هنا اهي، وهكملها بايدينا كده. اهي سموا الله كده الاول. بس انه ما شاء الله عشان خمرانه بتمشي معايا، مش بتشد ولا حاجه. هي ما بتاخدش ساعه في الخمره يا جماعه، ده بتاخد اكتر.
سيبوها لحد ما تشوفوها زي ما شفتوها في الطبق كده معانا. خلوا الحروف لفوق شويه كده اهو. بصوا يا جماعه، احنا رجعنا تاني اهو، فردناها زي ما انتم شايفين. تمام. هقول لكم برضو ايه الطريقه بتاعت الفرد. هتغبر بشويه دقيق وتاخدها ايه على الوشين. الدقيق هيساعد معاك اكتر اهي زي ما انتم شايفين اهي. والجناب خلي ايه ده ايه سنه لفوق كده اهي. هلفها كده بايديا زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين اهي، صوابع كده اهي 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 اهي. اخد من النص كده عشان تروح معايا. حط الصلصه بقى الاول. تمام كده. بصوا ده اللي هو الصوص بتاعها اهو. اخده كده. دي صلصه عادي زي صلصه المكرونه. صلصه عادي ايوه، بشرح لهم برضه. حط تاني حط تاني. المكونات بقى يا جماعه اهي. دي جبنه موتزاريلا وطماطم وسوسيس اهو. وده فلفل نوعين، اللي هو الكوبي والحامي. يعني الحامي نخليه لوحده عشان الاولاد. تمام. وده زيتون زي ما انتم شايفين اهو. ودي البهارات، اهم حاجه شويه البهارات دي اللي احنا هنرشوها عليها. هنكمله دلوقتي زي ما احنا اهو. بس كده. لو ايدك انت سيبيها شويه. تمام كده. هاخد شويه جبنه الاول كده زي ما انتم شايفين. وبسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تطلع معانا حاجه كويسه جدا ان شاء الله. ماشي على قد كده اهي. اخد الفلفل سموا الله كده. بداية كده بالراحة اهي. اخد شوية زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اخد بقى ايه السوسيس دوت عشان هحط ايه الوش الطماطم اللي فوق. ومش شرط على فكره يا جماعه ان انتوا يعني تعملوها بالشوكه ولا حاجه، عاديه جدا يعني. بصوا يا جماعه، احنا عملنا صينيتين اهو بالخمس كوبايات دي. على فكره انا كان معايا البهارات، فلفل اسمر وبابريكا وبهارات همبرجر مثلا، او اي روائح كده مثلا. فرشيت انا عليها زي ما انتم شايفين اهو. بس اهم حاجه طبعا الملح عشان ما تطلعش ايه دلع شويه، ما تطلعش دلع زي ما انتم شايفين اهو. هدخلهم الفرن وبعد ما نخلصوهم نرجع لكم تاني ان شاء الله. من الفرن تمام زي ما انتم شايفين ان شكلها عامل ازاي. وحاجات بسيطه جدا. تمام. انا اقطعها اهي. زي ما انتم شايفين حتى وانا بقطعها اهي. اهي الفها كده بالراحه. اهي اهم حاجه الحرف بس ايه قطعه كويس. تمام. اخدها واحده كده اهي.
امشي واحده واحده. ان شاء الله النهارده نفوز ونحقق فوز مهم على فريق قوي زي سياتل ساوندرز، طبعا الفريق الامريكي. وبالنسبه لاداره النادي الاهلي، بصوا يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن، معلش انا ممكن نقول يعني الجبنه ما كانتش مكفيه قوي، بس زي ما انتم شايفينها اهي. انا قطعتها على فكره، بتقطعيها كده بالطول وبعدين بالعرض وبعدين بتقسميها مثلثات. طلعوا حته قدامكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفينها اهي. اهو زي ما انتم شايفين الصينيه، بص عامله ازاي. ده السبب ايه؟ ان احنا دهنا الصينيه وناكله بيتزا بسم الله ما شاء الله عليها. تمام. وهطلع حته من الناحيه الثانيه برضه اهي. طب القعر من تحت، وريه القعر كده من تحت. تمام. والسعره من تحت. تحت سواها حلو من تحت. سواها من تحت. انا هعمله برضه دي كده. خليكم معانا كده. بصوا يا جماعه الثانيه اهي. هاخدها بالراحه انا كده اهي 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 زي ما انتم شايفين اهي. دي جبنه دي. يعني كده. وادي برضه التانية. هتلاقيها من تحت زيها برضه بالظبط اهي، نفس الموضوع اهي، نفس الحوار. السوا بتاعها احمر كده. بص جميل ازاي. شكلها حلو كده زي ما انتم شفتوا وطريه يا المقادير. جماعه. بص طريه. بص عليها طريه ازاي. كده زي ما انتم شفتوا المقادير بتاعتها. مقاديرها بسيطه جدا جدا. مقاديرها هم 5 كوبايات دقيق. ايه لا خلينا نروح نجيب بيتزا بكذا وادينا اهي. اعملوها البيتزا بالبيت اهي. احسن من ولو نجحنا فيها ارجو منكم اللايكات وتساعدونا شويه معلش. هي واخده 5 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر، ومعلقه صغيره ملح، وميه دافيه للعجن. بس بتعجنوها كويس جدا وتسيبوها على تخمر. لما شفتوها في الفيديو كده سيبوها تخمر بالمنظر ده. اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام. والف هنا وشفا وتفضلوا معانا.